هتولع اسكندراني وبتدلع راح اخلي الليل اسكندراني وبتدلع راح اخلي الليل هتولع اسكندراني وبتدلع راح اخلي الليل اللي تحت سيد البلد 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 اللي تحت أكبر ولعبه جميل هيصحصح الجماهير أكبر ولعبه جميل هيصحصح الجماهير أكبر ولعبه جميل هيصحصح أحمد بيرو هيدلع وهتلاقي الملعب ولع التحداوي يتدلع هتلاقي الملعب اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ولقاء جديد وحلقه جديده وبرنامجكم اليومي سير اسكندريه فقرات عديده ومتنوعه نتمنى دايما ان تحوز على اعجابكم ان شاء الله. كل الشكر للزملاء الاعزاء مجد الليسي وعلاء متولي على الحقيقه البدايه الجميله والتهنئه الحاره لنادي الاتحاد السكندري وجماهيره من عشاق كره السله اللي بنعتبرها اللعبه الشعبيه الاولى في الاسكندريه. النهارده نادي الاتحاد السكندري بيحقق فوز تاريخي وبطوله تاريخيه بعد ان ذهبت بطوله الدوري من يديه. استطاع النهارده ان يفوز على النادي الاهلي بطنطا 83-75 نتيجه طيبه جدا. الحقيقه اللاعبين جايين في الطريق دلوقتي، الجماهير اسكندريه في انتظارهم في محطه سيدي جابر. كل التهنئه مره ثانيه لنادي الاتحاد السكندري وجماهيره ولاعبيه واداريه والجهاز الفني بالكامل. الحقيقه هيكون لنا تهنئه خاصه من ضيف البرنامج لكن بعد المقدمه وبعد ما نتكلم عن بعض الاحداث الرياضيه. مره ثانيه كل التهنئه لنادي الاتحاد السكندري وجماهيره وجهاز الفني ومجلس ادارته. مره ثانيه بقول لحضراتكم فقرات البرنامج النهارده هيكون لقاء خاص عن ماراثون اقيم بالاسكندريه بالامس تحت عنوان القدس لنا. الماراثون ده اقيم في 17 دوله عربيه في نفس التوقيت تضامنا مع الدعوه لتوصيل رساله لليهود باعتبار ان القدس عربيه وستظل باذن الله عربيه. مديريه شباب الرياضه كان لها دور كبير جدا في تنظيم هذا الماراثون، هنتكلم عنه بالتفصيل مع الاستاذ عمرو شوقي ان شاء الله بعد الفاصل. هنتكلم ايضا عن الشعله الاولمبيه وصولها لندن في اخر مراحلها قبل افتتاح الدوره الاولمبيه. هنتكلم ايضا او هنقدم لحضراتكم مصارعه المحترفين اللي دايما بنثبتها ودايما متواجده في حلقه يوم الاحد. اعزائي المشاهدين فاصل ونبتدي فقرات برنامجنا النهارده. اهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين مره ثانيه، واخيرا عرفت قلوبنا معنى الفرحه الرياضيه بعد غياب فتره كبيره جدا. اتمنى تكون دي بدايه لعوده الرياضه للحياه زي ما كلنا بنقول سواء في كره القدم او غيرها من الالعاب. الحقيقه فرصه سعيده ان احنا نرحب بضيفنا ضيف البرنامج طبعا المسؤول عن الرياضه في اسكندريه الاستاذ عمرو شوقي وكيل وزاره الشباب والرياضه بالاسكندريه. اهلا بحضرتك. اهلا مبروك ليك ومبروك لينا، واعتقد الف مبروك بصراحه نادي الاتحاد
ودي فرحه كبيره طبعا لجمهور اسكندريه، واحنا سعداء جدا، ونتمنى طبعا الفوز يتوالى لنادي الاتحاد السكندري، لان نادي الاتحاد السكندري اللي في قلب كل اسكندري حاجه كبيره جدا، فنتمنى له ان شاء الله التوفيق دايما. اكيد هيتنظم لهم قعده بقى واحتفاليه، وانت عارف حضرتك ان الاحداث الرياضيه بعيده شويه عن وقليله يمكن الفتره ديت عشان توقف الانشطه، فقليله جدا ان هو ممكن يحصل فوز، فده حاجه جميله جدا. وبنبارك لكل طبعا عشاق نادي الاتحاد السكندري، وبنبارك لفريق كره السله نادي الاتحاد السكندري، وبنبارك لمجلس الاداره وكل الناس اللي بتحب نادي الاتحاد السكندري. بمناسبه بقى برضو المشاركه، وانت عارف حضرتك بعد الثوره، واعتقد العرب مطالبين في الفتره اللي جايه ان هم يظهروا ان هم ايد واحده زي ما دايما بنقول. واعتقد امبارح كان منتهى الجمال ان ينظم ماراثون في الاسكندريه وفي مكان جميل على الشاطئ، واعتقد الكل كان متجاوب. برضو كلمنا حضرتك تحت عنوان القدس لنا كده، كان عباره عن ايه وازاي الفكره جت وازاي اتنظمت يعني؟ هي طبعا الفكره جت لان كان في ماراثون كان اقامته اسرائيل، وكان المفروض تخلل هذا الماراثون بعض الاماكن في القدس الشرقيه، وطبعا ده لتهويد القدس. وده بعض الشركات العالميه تقدمت بملابس رياضيه، ويمكن حصلت ازمه كبيره ما بين مجلس وزراء العرب الشباب العرب، وطبعا كان بقياده الدكتور عماد البنان، فخدوا قرار ان هم يستبعدوا شركه معينه او اسم معين ان هو يتعاملوا معاه. وكان رد على هذا الموضوع اللي هو ماراثون القدس لنا، وده قام في جميع الدول العربيه في توقيت واحد. والحمد لله نالت اسكندريه شرف ان هي يقام تمثل جمهوريه مصر العربيه ان يقام بها هذا الماراثون. وكان تحدي كبير بالنسبه لنا ان يقام ماراثون في ظل طبعا فتره الانتخابات. صحيح. وزي ما حضرتك تعلم ان فتره الانتخابات كانت في فيها شد وجذب من مرشحين مختلفين وبتاع. فالحمد لله طبعا بعون الله وفضل طبعا زملائي في الشباب والرياضه واداره الرياضه على وجه الخصوص وكل من عاون طبعا في هذا الماراثون، الى جانب طبعا وجود نائب رئيس المجلس القومي للرياضه او مساعد رئيس المجلس القومي للرياضه الدكتور ايمن كان متواجد، ووكلاء الوزراء في المجلس كانوا متواجدين، الى جانب طبعا عدد كبير من اتحاد لعبه الالعاب القوى ونائب رئيس الاتحاد، وكله كانوا متواجدين عشان ينجح هذا الماراثون. والحمد لله خرج بالشكل الجميل. احنا بنشكر كمان السيد المحافظ اللي تفاعل مع هذا الماراثون، ويمكن من خلال الناس اللي كانت متواجده في هذا المكان شهدت ان السيد المحافظ كان متفاعل، لابس تيشيرت. احنا عملنا تيشيرت اسمه القدس لنا، وده شعار بنأكد بيه عروبه القدس، وهتفضل ان شاء الله عروبه القدس. فعملنا تيشيرتات عليها شعار القدس او القبه القدس الى جانب القدس لنا. فسياده المحافظ ارتدى هذا التيشيرت وكلنا كنا مرتدين هذا التيشيرت، وكان في يمكن القنصل العام الفلسطيني نشكره ايضا في حضوره طبعا، ومشاركتنا كلنا كانت مع بعض، وكان شكل جمالي. يمكن هقول لحضرتك احنا بقالنا فتره كبيره جدا ما شاهدناش حاجه على الكورنيش اسكندريه بالشكل الجمالي الرياضي، ان كان احنا محرومين بقالنا فتره كبيره ان احنا نعمل حاجات فيها تجمعات بشريه. فالحمد لله كان في تجمع بشري كبير، كان في مختلف الاعمار السنيه كانت متواجده معانا، من كبار سن اطفال، كله كان. يمكن انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، يمكن في ناس كانت بتمر من على كورنيش الاسكندريه مجرد ما عرفت ان في ماراثون تفاعلت معانا وبدات تجري معانا. الحمد لله احنا عملنا شهادات لكل الناس اللي شاركت في الماراثون، حاولنا بقدر المستطاع. يمكن وقف سياده المحافظ بنفسه ودكتور ايمن نائب رئيس المجلس القومي للرياضه بنفسهم كانوا واقفين بيوزعوا الشهادات دي في الشارع على اساس الناس تبقى متفاعله في هذا الموضوع. فالحمد لله والظاهر بالشكل الجيد وصلنا الرساله الاعلاميه لاسرائيل والمن يعاون اسرائيل ان القدس هتظل عربيه، القدس لنا فعلا. وان شاء الله الماراثون القادم للقدس يكون في القدس نفسها ان شاء الله. طيب استاذ عمرو تابع معانا كده وحضرتك متواجد معانا الفقره دي عن الماراثون، ونرجع تاني نكمل لقائنا مع حضرتك ونتكلم في مواضيع كتيره ان شاء الله. ان شاء الله.
كلنا مع القضية الفلسطينية، ونحن نشأنا خاصة جيلي نشأ وفلسطين هي جزء من تراثه، هي جزء من دمه. الدم الفلسطيني هو الدم المصري، وكلنا إن شاء الله ماضون حتى النهاية من أجل أن تعود فلسطين عربية وأن تعود القدس إلى أبنائها بإذن الله. نحن سعداء جدا 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 على هذا التعاون وعلى هذا، يعني الشعب المصري والمؤسسات المصرية غمرونا بهذا العطف وهذا الحنان، وحقيقي نحن نشعر أننا في بلدنا الأصلي، وأن هذه القدس هي موجودة في قلب كل مواطن عربي وبالتحديد مصر. احنا بنوجه رسالة لكل العرب على مستوى الدول العربية، بنوجه رسالة للعالم بالأجمع ان احنا بنقول القدس لنا وستظل القدس عربية مسلمة مسيحية، مقدساتنا المسيحية ومقدسات الإسلامية في داخل القدس، وهنفضل لآخر قطرة من دمنا ان احنا نقف جنب القدس، وان شاء الله الماراثون القادم يكون داخل القدس نفسه، ونكون كلنا كده ان شاء الله العرب كلهم يكون في هذا الماراثون. ولا بنشارك النهارده في المهرجان ده عشان نحيي القدس ان شاء الله، وترجع للفلسطينيين ان شاء الله. القدس للمسلمين ان شاء الله. القدس هي القلب النابض للإسلام والمسلمين لجميع أنحاء العالم كله. القدس عربية وعربية عربية.